السلام عليكم. عايز اكلمكم النهارده في موضوع مهم قوي. ليه الحضاره المصريه القديمه او كان احنا كمصريين، ليه احنا لما بنحفر نلاقي مقبره مليانه خيرات ربنا، مليانه ذهب، مليانه اواني، مليانه تماثيل، مليانه اثار؟ ليه الاوروبيين ما عندهمش زينا؟ ليه بعض الحضارات اللي جنبنا، سوريا، العراقيه، غيرهم، ما عندهمش مقابر زينا؟ ليه العالم كله ما فيهوش مقابر او اثار زي اللي عندنا؟ هقول لكم هي حاجة واحدة سهلة أو حاجة جميلة جدا. لأن المصري القديم كان موحد بالله، عنده حاجة اسمها الانتقال إلى العالم الآخر أو الحياة الثانية بعد الموت. ده الفرق بيننا وبينهم، هما ما كانش عندهم هذا الاعتقاد. يعني الأوروبيين في ظل أيام الفراعنة أو العصور حتى يعني من 2000 سنة حتى، كان عندهم اللي بيموت بيحرقوه جثته. ما كانش عندهم حاجة اسمها الدفن، دفن الجثة. عشان كده ان قبل المسيح ما كانش فيه حكايه الدفن دي موجوده، كان اغلبهم بيحرق الجثه. حتى بعد المسيح بفتره زمنيه طويله برضو كان الحرق الجثث هو اللي موجود. فما تلاقيش المقابر. حتى لما كانوا بيحرقوا جثه الواحد كانوا بياخدوها ويحطوها في زرعه ويحطوها جوه القبر. ممكن يحطوا معاه شاهد للقبر، يعني يعرفك ده مين، اسمه ايه، حياته، تاريخه. عشان كده تلاحظ دايما ان المصريين كان عندهم حاجة اسمها البيت التاني. ايه هو البيت التاني؟ اللي هو القبر. كان دايما عنده اعتقاد ان القبر ده هو بيته التاني اللي هيوصله للجنة، للنعيم، للحياة الاخرى. فكان بيحتاج معاه حاجته. ما هو انت مش معقول هتروح بيتك التاني مش هتاخد معاك السرير بتاعك اللي كان بتنام عليه، او سرير بقى احلى وافخم. طبعا انت سيبك بقى من بتاع دول، نعمل لك سرير ذهب يا باشا وتاخده معاك زي توت عنخ امون. تاخد معاك العجل الذهب بتاعك الحربي، يتحط في حاجة فخمة جدا اللي هتنام فيه لغاية ما تروح للأبدية. دوت لازم يكون تابوت ذهب أو تابوت فخم. حتى الفقراء كانوا بياخدوا توابيت من الخشب وتوابيت من الحجارة. دايما بتلاقي ان البيت التاني ده شامل كل حاجة. عشان كده مقبرة توت عنخ آمون لقوا فيها 5300 قطعة ولا اكتر، واخد عدته معاه كلها. يعني واخد شامل ذهبه، يمكن يشتري بيه حاجة، واخد كل حاجة. يعني هتلاقي كل اي واحد من الحضارة المصرية القديمة بيبقى عامل ان القبر ده هو بيته التاني. عشان كده مصر بلد الكنوز. ليه؟ لان كل ما هتحفر وتلاقي قبر هتلاقي فيه كنوز، لان الراجل واخد حاجته معاه اللي هيعيش بيها في العالم الاخر. حتى جثته كان لازم يحافظوا عليها علشان هي ديت اللي هينتقل بيها. ما لو اتحللت هيعيش ازاي في العالم الاخر؟ هينتقل ازاي للحياة التانية؟ لازم جسمه يبقى سليم عشان يعرف يعيش. فكانوا بقى عندهم سر التحنيط ده مهم جدا. حتى انت ما تلاقيش جثة واحد اوروبي محنطة من الحضارة القديمة او حتى الحضارة الرومانية، ما تلاقيش الكلام ده. ما كانش عندهم التحنيط، ولا كان عندهم، كان بيحرقوا جثث. يوم ما بدأوا يدفنوا بس ايه، تقليدا للحضارة المصرية القديمة. وبدأوا فعلا يعملوا الموضوع دوت. وبدأوا مثلا ممكن يحط حاجات بسيطة معاه، يحط سيفه لو هو كان محارب، يحط الدرع بتاعه. تلاقي دايما مقابرهم خاوية فاضية، لأن ما كانوش بيهتموا بالانتقال للعالم الآخر. كانش عندهم اعتقاد إن في جنة وفي نار وفي حياة. وحتى لما بدأوا يعتقدوا فيها ما كانش بالدرجة الكافية اللي هم إيه تهيأ لهم إن لازم ياخدوا حاجات معاهم أو كلام زي كده. كانوا ممكن خلاص يدفنوه ويكتبوا شاهد على القبر. وهو عشان كده ما تلاقيش دايما مصر هي بلد الكنوز فقط. ليه؟ لأن كل المصريين زمان كان أي حد بيموت بيحطوا معاه أواني ويحطوا معاه الكبد بتاعه. حتى والله كان تلاقي الزرع بتاعهم حاطط لك زرعات كده، حاطط فيها الكبد، حاطط فيها القلب، يحطوا فيها الأمعاء. ليه؟ ياخد حاجته معاه، هيسيبها لمين؟ بياخد حاجته معاه. ده حتى كمان في بعض الأحيان بيحطوا له عيش وقمح وبلح. ده الناس لقت قمح من 3000 سنة في إحدى الزراعات. وفي عسل كمان بياخد معاه أكل وشرب رايح بيت تاني. فدايما تلاقي مصر هي بلد الكنوز. ده الفرق بين المقابر بتاعة الحضارة المصرية القديمة، وبلاش كلمة الفرعونية، لأن احنا لغاية دلوقتي ما لقيناش جثة الفرعون، وما لقيناش فرعون نفسه، وما لقيناش آثار تدل على كانت على وجوده حتى الآن. يعني لسه ما اكتشفتش. بعض الظنون موجودة، وبعض الظنون بتأيدها حاجات أخرى، ولكنها ظنون في الأول وفي الآخر. وأنا حبيت بس أعرفكم ليه الحضارة المصرية هي حضارة ثرية غنية، يهتم بها العالم أجمع لوجود حياة أخرى يعتقد فيها المصريين، وهي الجنة التي نعتقد بها الآن. فهم كانوا موحدين بالله، يتمنون لقاء الله ولقاء الجنة، وياخدوا حاجتهم معاهم وأكلهم وشربهم
والله ما كانش ناقص غير ياخدوا زوجاتهم وعيالهم معاهم، يبقى كده ايه، كملت وخلصت معاهم. وكانوا بيدفنوا معاهم في المقابر، احيانا تلاقي المقابر مقابر جماعيه. احنا لقينا قبل كده في احدى المقبره فيها تقريبا 150 تابوت و250 تابوت، عائلات بحالها. فحبيت بس اعرفكم الموضوع ده، وان شاء الله في حاجه جديده هعرفها لكم عن جثه الوزير بشيري، احكي لكم عنها. وتابعوني، معكم محمد ابو فرحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.